صباح الخير. اي حد وانت لسه جاي البلد هنا جديده يقول لك تعالى يا عم هجيب لك عربيه ب 1000 دولار، ب 2000 دولار، تقول له لا، قتل نفسك. العربيات هنا كلها نظيفه، شكل كشكل. الاجانب بيحافظوا على العربيات هنا جدا. هتلاقي العربيه من بره من جوه ما فيهاش خربوش، والفرش اكنك يعني بص اكنك جايبها زيرو. بس العربيه مش تمشي بالشكل. العربيه يا جماعه بتمشي بالميلات، المكنه بتاعتها عامله ايه، حالتها عامله ايه. وللاسف هنا ما فيش عمر للعربيه. يعني المكنه دي لو راحت في خبر كان انت هتتسوح. العربيه تقف جنبك كده تغني جنبها ظلموه، واسالوا اي حد هنا في امريكا كلام صح ولا غلط. عشان تسقط مكنه جديده على عربيتك من التوكيل ولا 6 7000 دولار. عشان تجيبها من الجاك يارد اللي هو بيبقى عربيات عامله حوادث، وتروح تجيب مكنه مستعمله بختك يا ابو بخيت وهتسقطها لها 3 ونص ب4. وانت تجيب العربيه بكام؟ ب 1000 دولار ولا ب 2000 دولار؟ انت كنت عامل حسابك على المبالغ ديت؟ لا طبعا. فعشان تشتري عربيه دلوقتي بتمشي بخمس 6000 دولار. عشان تجيب عربية قايمة على حيلها وحلوة تلعب من 9 لغاية 13، كل ده حسب الموديل. محدش يضحك علينا ومحدش يسوحنا يا جدعان. انت هتشتري وبعد كده مش عارف ايه العواقب اللي هتحصل لك. فانت ركز وفكر واسأل الأول قبل ما تقرر. يلا، سلام عليكم.